واديني كيلة الربع هتبقى ليلة الربع واديني كيلة الربع هتبقى ليلة الربع. رجل الأعمال والفنان هشام عبد العزيز محمود، الوالد العظيم الفنان عبد العزيز محمود، يعني كان بصمة وعلامة في تاريخ الغناء والموسيقى العربية، وهو إنسان بسيط، يعني كان يعمل في بورسعيد في مجال مختلف عن مجال الفن. من أين أتى عبد العزيز محمود بكل هذا الكم من الموهبة؟ عبد العزيز محمود مصري نشأ من أرض مصر. شيمته كشيمة أهل الفن في هذا العصر، نبتوا وترعرعوا في هذه الأرض الطيبة، وكانت الفطرة والموهبة هي الأساس. يعني هي الأساس، يعني كل الرواد، عبد الغني السيد، الكحلاوي، عبد المطلب، عبد الوهاب، محمد فوزي، فريد، كل الناس دي نشأوا من أرض مصر. ايوه، انا سمعت ان هو كان بيعمل في احدى الشركات في بورسعيد. انا هقول لك، كان بيقعد يدندن كده. الاساس كان عندهم الموهبه. ايوه الموهبه، يعني ما كانش فيه دراسه، لكن كان واحد من جواه كان فيه كم رهيب من الفن. فكان بيطلعه تلقائي. ابتدى مع الوقت لما ابتدى يحترف في الغناء، ابتدى بقى يثقله بقى بالاستماع، بالثقافه، بالانتشار، بالسفر، بالترحال. كل بلد بينزلها بيروح بيشوف ثقافتها، بيشوف فنها، بيبتدي يزداد ثقه. نبدا من بورسعيد، وهو بورسعيد. لا، نبتدي من الصعيد لما كان صغير. ايوه، من الصعيد نشأته. أيوة. كان بيغني باصحابه ويغني. بعدين انتقل لبورسعيد، ابتدى يغني بقى في شبابه. اشتغل يعني في البحر، قعدات، في افراح، مع اصحابه، وفي افراح اصحابه وكده. ابتدى يعني يغني ويدندن ويجلجل بقى. أيوة. اغاني كلها بقى اللي موجوده في ذاك الوقت. كويس. مين سمعه وقتها بقى؟ كان موجود ساعتها بالصدفه مدحت عاصم. سمعوا ازاي؟ ابو الفن. سمعوا في فرح، سمعوا بيغني في فرح احد. اعجب بصوته جدا جدا. أيوة. قال له الفنان ده او الشاب ده صوته. كان عبد العزيز محمود كان عاشق للبحر. كان يحب دايما يطلع في البحر وياخد اصحابه طبعا في الشركه. كان بيعمل في البحر، كان بيعمل تبع الشركه اللي فيه، كان الشغل كان كله في البحر. ايوه. فكان يحب جدا يغني في البحر ويجلجل بقى ويسمع. يمكن لغايه النهارده يتقال ويتضرب المثل بعبد العزيز محمود. ممكن الميكروفون ما يتقفل مش مشكله، ويغني بغير ميكروفون. صوت قوي وسببه البحر. يا بحر حاسب علينا وهدي طيارك، وقول لقلبي انسعد واطفي لهيب نارك. يا بحر خد سرنا واطوي في اسرارك، لو خيروني ما بينك انت والجنة، مدام حبيبي هنا يا بحر اختارك. راح لمدحت عاصم فعلا في الاذاعه وقابله، وكان اللقاء الاول بينهم في سنه 37. وتوالت اللقاءات بقى مع الفنانين، مع الشيخ زكريا احمد ومع الاصابجي، وابتدى هلم لغايه سنه 44. كان سيد زياده من اصدقائه المقربين، وهو شاعر غنائي. وكان يعرف ابراهيم لاما المخرج السينمائي، وكانوا في وقتها داخلين فيلم جديد، فعرفوا على ابراهيم لاما وخدوا معاه فيلم عريس الهنا سنه 44. ابتدت المشاركه عبد العزيز محمود تبتدي في الافلام بالمشاركه الغنائيه، اغنيه اغنيتين، لغايه سنه 47 لما الاستاذ الراحل انور وجدي
في فيلم قلبي دليلي مع الجميله جدا ليلى مراد، وغنى الاغنيه طبعا يا معروفه نجف بنور. يا نجف بنور يا سيدي العرسان. وكانت بعتبرها برضو زياده لرصيد عبد العزيز محمود عند الناس. ايوه. ابتدت الاغنيه يعني دي تنتشر انتشار رهيب جدا جدا جدا، وابتدت تتغنى في الافراح لغايه ما هو يعني الافراح في هو عبد العزيز محمود على فكره كان قاسم مشترك اعظم في افراح نقول المثقفين، حتى الرئيس الراحل انور السادات قبل طبعا ما يبقى رئيس جمهوريه لما جه يتجوز يعني كان عبد العزيز محمود هو نجم نقول حفل الزفاف. مواعيد الافراح في وقتها كانت بتحدد يقولوا له الاول هو يكون فاضي هو امتى. سبحان الله. ايوه صحيح. اول بطوله بقى ليه كانت منديل الحلو، بطوله سينمائيه. طبعا مشهور باغنياته طبعا منديل الحلو معروفه يعني. منديل الحلو يا منديل وغيرها. هو كان في يعني باختلاف بدايه مين ابتدى امتى بطولته، اسمر وجميل ولا منديل الحلو. ايوه صح. فيعني لكن هو نفس الانتاج اسمر وجميل انتج قبل منديل الحلو، لكن العرض اول ظهور كبطوله مطلقه كان منديل الحلو. وبعد كده توالت الافلام بقى. ابتدى اول انتاج ليه 51 بقى ان شاء الله، كان انتاجه الخاص يعني كان خد الجميل. خد الجميل بقى. وابتدت بقى تتولى انتاجه، عمل بعد كده المقدر والمكتوب، وبعد كده عمل علشان عيونك، وبعد كده وتاكسي الغرام، وبعد كده في الاخر عمل عروسة المولد. أيوة. هو مجمل افلام عبد العزيز محمود اللي عملها في حياته 25 فيلم بين مشاركة غنائية وبطولة وإنتاج. هو اتجه للتمثيل يعني رغبة منه في ان هو يكون ممثل بالاضافة ان هو مطرب، ولا عشان كانت يعني هو عموما بتبقى جزئية التمثيل بتبقى مكملة للمطربين، يعني معظم المطربين من عبد الوهاب لأم كلثوم لليلى مراد لشادية اتخذوا من التمثيل وسيلة للانتشار الأكثر. هي الشاشة الفضية مغرية. يعني انت عارفة ما كانش في تلفزيون زمان. أيوة. كان في إذاعة. فطبعا الشاشة الفضية والسينما كانت هدف لكل فنان أو مطرب انه ايه يوصل للناس تشوف تواصل، لأن مش الكل قادر يخش حفلات أو لا مش شرط. اصل مش كده الفكرة. يعني النهارده السينما دي وسيلة وثائقية للزمن وللتاريخ. ان انا النهارده لما عايز احفظ وثيقه بحفظها. أيوة. النهارده على الكمبيوتر على بس هل هو كان بيفكر التفكير ده ان انا هعمل فيلم عشان طبعا هو دايما سابق عصره في كل حاجه. ما احنا لسه هنيجي بقى يعني عبد العزيز محمود دايما بيفكر لقدام. بيفكر في الجمله الموسيقيه. أيوة. بيفكر في الحانه، بيفكر في كلماته، بيفكر في انتشاره، بيفكر في مستقبله، بيفكر على النغمه اللي لسه ما عملهاش. بس هو على فكره كان موهوب جدا كممثل، حتى في ادائه للاغنيات على المسرح بيأديها بشكل تمثيلي للكلمه، يعني كان تلقائي جدا. لا انا مختلف معاكي في دي. مش بيمثل بيفتعل، لا هو تلقائي.
لان هو بيتفاعل دايما مع الكلمه. بيأدي يعني الكلمه يعني. يعني لو جسدها. لو اي حد من الساده المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي حضر او هو شارك في فرح وهو يكون موجود فيه، هتلاقيه في الكلمه وهو بيقولها بيحسها قوي. بيحسها، يعني هو بيترجم احساسه فبيطلع زي ما انتوا بتشوفيه كده. ايوه. واخد بالك؟ لكن الاداء التمثيلي ده موضوع تاني على فكره. يعني انا في بعض الافلام بتاعته انا بقول له، انا كنت بتناقش معاه واقول له انا مش مقتنع بالده، لكن انا بعتقد ان في فيلم علشان عيونك انا اعتقد ان هو كان ناضج فنيا جدا على اساس انه ممكن يطلع على شاشه السينما. حبيت الدنيا عشان خاطرك وكفاية عليا ساعة خاطرك. حبيت الدنيا عشان خاطرك وكفاية عليا ساعة خاطرك. لو اضحي بأملي وأحلامي وهنايا يا روحي عشان خاطرك.